أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة كبيرة مثيرة ما بين الكرخ والحشد في لقاء العمالقة في مواجهة الجبابرة في دربي من دربيات كرة اليد العراقية. صراع الصدارة، صراع فض الشراكة، من سينام سعيدا الليلة ومن سينام حزينا. نعم، انها المباراة الاصعب، صعبة على الجميع، لا انصح اصحاب القلوب الضعيفة مشاهدة كونها تكسير عظام، صراع الابدان. من سوف يكون القمة بعد نهاية هذا اللقاء الذي انطلق قبل قليل بصفرة الحكام حيدر سلمان وعمار ناصر المرشحان للشارة القارية، وحكم مسجل مجتبى ظافر، والميقاتي ظافر علي، وإشراف دكتور فاضل كردي ودكتور نزار ناظم. بداية اللقاء والهجوم لمصلحة نادي الكرخ. الكرخ يستضيف الحشد هنا في صالته ما بين جماهيره، وأيضا جماهير الحشد متواجد في صالة الكرخ. أحمد طارق يحاول، وهناك رمية سمتار. الكرخ شريف المرسي يبدأ بزين العابدين في حراسة المرمى على عبد الكريم، محمود طه، مصطفى الغول، ماجد عبد الرضا، أحمد طارق ومحمد علي مهدي. بينما فريق الحشد منتظر قاسم في حراسة المرمى والعاطف، سجاد حمودي، أحمد مالك، شاب عبد الله وبدر الدين حمودي. وهناك رمية سمتار ايقاف اول على لاعبين هذا الحشد. شاهد صرخت على عبد الكريم، اكيد 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 اكيد، وعمار ناصر ينبه يحذر من البدايه. مباراه ليست سهله تماما، كل هدف كل هدف كل هدف الى حساباته، وخاصه مباراه الذهاب انتهت لمصلحه الحشد 29-25. محمد علي مهدي امام منتظر قاسم ثنائي منتخبنا الوطني، يحاول محمد، ينجح محمد علي مهدي، ينجح محمد علي مهدي، وهدف اول لمصلحه نادي الكرخ. حماس كبير من لاعبي نادي الكرخ، واضح تماما هذا الحماس على اللاعبين المتواجدين في ارضيه الصاله، وكذلك على اللاعبين المتواجدين في دكه البدلاء. سجاد حمودي خرج للايقاف، نعم ايقاف دقيقتان. فريق الحشد الان يلعب بدون حارس مرمى من اجل اكتمال الزياده العدديه في الحاله الهجوميه. شاب عبد الله منتخبنا الوطني له، والحافظ شاب عبد الله يصوب هدف التعادل عن طريق شاب عبد الله. شاب عبد الله يسجل التعادل. دخول الان اللاعب، طبعا دخول اللاعب المصري الذي تم استقطابه في الفتره الماضيه، يعني خلال مده التوقف بالنسبه لنادي الكرخ كمحترف ثاني الى جانب المصري محمود طه، الذي طبعا تم جلب اللاعب طبعا اتكلم عن اللاعب عمر ياسين، اللاعب رقم 8 مع نادي الكرخ، اللاعب المصري. هنا المحاولة احمد علي مهدي، والهدف الثاني، الهدف الثاني لمصلحة نادي الكرخ. حماسة كبيرة جدا، حماسة كبيرة جدا للاعبي نادي الكرخ. يعني شاهد منذ البداية يريدون لاعبي نادي الكرخ أن يفرضوا سيطرتهم وأن يسجلوا يعني الأهداف تلو الأهداف، لكن أكيد يلعبون أمام فريق قوي، فريق يمتلك لاعبين أغلبهم لاعبين منتخب وطني. سجاد طالب إلى وائل حافظ، سجاد طالب مجددا يحاول، شاب عبد الله لاعب منتخبنا الوطني إلى أشرف مؤيد، يحاول الآن سجاد إلى وائل إلى شاب، تمريرات لاعبي خط الخلفي، بحث عن زاوية، بحث عن مساحة. شاب عبد الله يحاول، لكن هناك خطأ على محمود طه المحترف المصري، خطأ لمصلحة نادي الحشد. سجاد طالب لواء الحافظ، سجاد ياخذ وقته بالكامل فريق الحشد، والحافظ الى شاب عبد الله، ممتازه من شاب عبد الله. هدف ثاني لشاب، يسجل هدف التعادل مصلحه نادي الحشد. الحشد الذي ولد كبيرا، وانا تصدي من منتظر قاسم من امام المصري عمر ياسين. هذا هو عمر ياسين اللاعب المصري، لكن تصدي من منتظر قاسم. هل يتقدم فريق الحشد من خلال هذه الهجمه؟ يحاول والحافظ، لكن دفاعات قويه.
محمد علي مهدي دافع بقوة من أمام سجاد طالب. من جديد مصلحة فريق الحشد، يأخذ وقته بالكامل قبل التصويب. نعم، يصبر كثيرا على الهجمة، وخاصة لاعبي الخط الخلفي تحديدا شهاب عبد الله. اللعب كل اللعب لشهاب عبد الله من جهة تسجيل الهدف. هنا وائل يحاول، وهناك رمية 9 امتار، هناك رمية 9 امتار، وعمار ناصر هو من يشير برمية 9 امتار. ما زالت الهجمة لمصلحة فريق الحشد. سجاد طالب لوائل حافظ، سجاد مجددا، والمحاولة مستمرة. وائل من اجل الدخول والتصويب، وهناك ايضا خطأ، ايضا خطأ، رمية 9 امتار. هل نشاهد اشارة اللعب السلبي ام تؤجل؟ وائل حافظ، نعم اشارة اللعب السلبي، اشارة اللعب السلبي الان. وائل حافظ يحاول المرور، مروان صوب، ورمية 7 امتار، رمية 7 امتار، دفاع داخل المنطقة من مصطفى الغول، وبالتالي رمية 7 امتار لمصلحة نادي الحشد. وائل حافظ هو من سوف يصوب من امام زين العابدين. وائل تركها لبدر الدين حمودي. نعم، بدر الدين حمودي لاعب منتخبنا الوطني، لاعب صاحب الخبرة والتجربة الكبيرة. بدر الدين امام زين العابدين، شريف المرسي، وتصدي، تصدي من زين العابدين. عادة مصلحة نادي الكرخ بالسرعة، ماجد عبد الرضا، دخول وتصويب وهدف. ماجد عبد الرضا، دخول وتصويب وهدف ليتقدم الكرخ ب3 أهداف مقابل هدفين. يحاولون الكرخ، لكن الحشد ووائل حافظ يرد بسرعة على طريقة الطائر، على طريقة الصقر الجارح. والحافظ يحتفل بهدف التعادل. 3-3. مباراة كبيرة، أكيد كونها تضم كوكبة من لاعبين منتخبنا الوطني. يعني حتى على مستوى الإعلام العربي المختص بلعبة كرة اليد تناول خبر لقاء الحشد والكرخ، أو الكرخ والحشد. نعم، أكثر من صحيفة عربية تناولت هذا الحدث الكبير. هنا أحمد طارق، لكن تصدي من منتظر قاسم، يتصدى لتصويبة ثانية. هنا وائل، تمريرة لم تصل، عادت مصلحة نادي الكرخ. محمد علي مهدي لماجد عبد الرضا، بالسرعة للكرخ. نعم، سرعة كبيرة. أحمد طارق لعلي عبد الكريم، وصلت إلى محمود، إلى علي عبد الكريم، والتمريرة لماجد، ماجد دخول وتصويب، وهناك خطأ على اللاعب المهاجم. داش على ماجد عبد الرضا حسب لهجة كرة اليد، حسب مصطلح كرة اليد هنا في طبعا كرة اليد العراقية. 3-3 الآن. سجاد حمودي يعود مجددا. شاب عبد الله، الشقيقان متواجدان امام الاب، سجاد حمودي وبدر الدين حمودي امام ابيهم حمودي ناصر. اكيد الابناء ضد الاب، اكيد هذه الرياضه تنافس. يحاول الان سجاد طالب الى شاب عبد الله، دخول وتصويب وهدف، هدف رابع لمصلحه نادي الحشد الذي يتقدم الان على الكرخ ب4 أهداف مقابل 3. علي عبد الكريم، لكن دفاع قوي من الشاب عبد الله، ايضا ثنائي المنتخب الوطني. تكلم عن جل لاعبي الفريقين من لاعبي المنتخب الوطني، سواء المنتخب الوطني الحالي الذي شارك في البطوله العربيه او سابقا. محمود طاهر لماجد عبد الرضا. احمد طارق، يحاول الان فريق الكرخ ان يعدل بالهدوء. تمريره لمصطفى، الى محمود لاحمد، الى ماجد، الى احمد، تمريرات للخط الخلفي، بحث عن دخول، لكن هناك خطأ ورمية 9 امتار لمصلحة نادي الكرخ. وعمار ناصر يتكلم مع محمود طه. مصطفى الغول الى احمد طارق، دفاع متقدم 4-2 لفريق الحشد. عمان منذر امام شريف المرسي، تمريره للخارج، عادت مصلحة فريق الحشد والهدوء. يطلب الهدوء ميثم صبري، لاعب منتخب وطني سابق. ميثم صبري، شاب عبد الله الى سجاد طالب. حاول فريق الحشد ان يزيد الفارق من خلال هذه الهجمه. نعم، لعند الاستعجال، لان اضاعه هذه الكره امام فريق الكرخ. سجاد طالب الى شاب عبد الله،
يحاول الآن أيضا دفاع متقدم نوعا ما من فريق الكرخ. محمد علي مهدي ومحمود طه، تمريرة جميلة، الله الله على اسيست وعملية ضم بدر الدين حمودي، واستلم الكرة وصوب وسجل. 5 مقابل 3. هل يقلص الكرخ؟ الله الله الله، علي عبد الكريم الليمبي يسجل الهدف الرابع ليقلص الفارق إلى هدف 1. أي مهارة كبيرة من الليمبي في هذه اللقطة ليقلص الفارق إلى هدف 1. من جديد الآن لمصلحة نادي الحشد. الحشد نتكلم عن 10 دقائق أولى مرت من أحداث الشوط الأول، والحشد 5 والكرخ 4. يحاول فريق الحشد هل يستطيع تسجيل؟ دفاع قوي محمد علي مهدي على بدر الدين حمودي، أيضا ثنائي المنتخب وطني شاهدناه في البطولة العربية. بدر الدين حمودي هداف البطولة العربية، وهنا والحافظ وهدف، هدف لمصلحة نادي الحشد، الهدف السادس. 6 للحشد 4 للكرخ، الفارق هدفان لمصلحة الكرخ. يحاول الدخول لكن صراع الأبدان، صراع الأبدان، وحيدر سلمان ينبه أحمد مالك لاعب منتخبنا الوطني سبق وحرز لقب الدوري العراقي مع نادي الشرطة. هل يحرز لقب الدوري العراقي مع نادي الكرخ؟ طبعا نتكلم عن مرحلة البلاي اوف، 4 أندية تتأهل إلى المربع الذهبي. طبعا يعني أتكلم عن لغاية الآن الحشد في المركز الأول فارق المواجهة مع الكرخ، لكن بعد هذا اللقاء سوف نعرف من سوف يكون المتصدر. يعني إذا فاز الحشد خلاص هو متصدر، وإذا فاز الكرخ خلاص هو المتصدر. الفريق صاحب المركز الأول يلعب مع صاحب المركز الرابع في سلسلة مباريات من 5 مباريات، مع احتساب المواجهتين اللتان كانتا في مرحلة الدوري الذهاب والإياب. والفريق الذي يفوز ب3 مباريات أو يجمع 8 نقاط هو الذي يتأهل إلى المباراة النهائية. وأيضا مباراة المركزين الأول والثاني، مباراتين المركز الثالث والرابع أيضا بنفس الطريقة، 3 من 5 مباريات. هنا أحمد طارق تصويب وهدف، هدف غلطت منتظر قاسم، لم يتصدى للكرة. الهجوم الآن فريق الحاج، بدر الدين يحاول لكن يمرر وخروج اللاعبين المدافعين. تكلم عن خروج المدافعين ميثم صبري ودخول المهاجمين. دخول الآن نعم سجاد طالب، وأيضا دخول لاعب محمد عبد المغني إلى سجاد طالب، شهاب عبد الله، خروج وائل حافظ ودخول محمد عبد المغني. يحاول الآن سجاد طالب، شهاب إلى محمد عبد المغني، دخول ومهارة وتصدي من زين العابدين. نعمان منذر أيضا ولده يلعب أمامه، ولده زيد يلعب مع الكرخ في دكة البدلاء. هنا تصويب وتصدي من زين العابدين، تصدي آخر، وشريف المرسي يقول نعم الخطأ موجود. من جديد الهجمة لمصلحة فريق الحج، سجاد طالب إلى شهاب عبد الله، يا الله على التصويبة القوية، شهاب عبد الله يسجل الهدف الشخص الرابع والسابع للحشد. يعود الفارق له هدفين مجددا لمصلحة نادي الحشد. محمد علي مهدي لأحمد طارق، والبحث عن التقليص من خلال هذه الهجمة. هل ينجح لاعبي نادي الكرخ من خلال التقليص من خلال هذه الهجمة؟ علي عبد الكريم إلى ماجد، أحمد طارق يبحثون عن زاوية، يبحثون عن فرصة، ورمية 7 أمتار بسبب دفع أحمد مالك على علي عبد الكريم. علي عبد الكريم في مزاج عالي، نعم في يوم عالي جدا من الأداء. وتحية من طه فرقة الحارس الشاب الذي يشجع زميله علي عبد الكريم. رمية 7 أمتار، الكرة ارتطمت أيضا بوجه منتظر قاسم. لا، منتظر قاسم أعتقد وجهه فيه مغناطيس للكرة، دائما الكرات تذهب باتجاه وجه منتظر قاسم. يعني حتى في البطولة العربية إحدى الكرات صدمت بوجهه وخسر السن
وهنا محمد علي مهدي ينجح بالتسجيل، ينجح بالتسجيل. نعم، منتظر قاسم لم يستطيع امام محمد علي مهدي. 7-6 يتقلص الفارق الى هدف واحد. المباراة منذ الدقيقة الأولى لغاية الآن، أو منذ الثانية الأولى ولغاية الآن هدف بهدف، هدف بهدف. نعم، تكلم عن الدقيقة، دخلنا الدقيقة 14 وهنا كرة ضائعة عادت لمصلحة فريق الكرخ، وهناك خطأ على اللاعب المهاجم، عادت لمصلحة فريق الحج، عادت لمصلحة فريق الحج. يعني أخطاء من الجانبين من قبل لاعبي الفريقين، اخطاء نشاهدها. شاب عبد الله الى سجاد حمودي، شاب دخول الان احمد خالد عدنان، محمد عبد المغني الى سجاد، شاب عبد الله، سجاد مجددا، محمد عبد المغني يحاول الان، شاب عبد الله الى محمد عبد المغني، يحاول محمد عبد المغني لكن هناك رمية 9 دفاع قوي من لاعبين نادي الكرخ على محمد عبد المغني. احمد خالد الى محمد عبد المغني، تبديلات مستمرة من نعمان منذر، شاب عبد الله يحاول الدخول والتصويب، وهناك رمية 9 أمتار، هناك رمية 9 أمتار لمصلحة فريق الحج. سجاد الى شاب عبد الله، شاب يحاول تمريرة لاحمد خالد لكن صعب جدا، صعب جدا. وعلى عبد الكريم إشارة اللعب السلبي. كم تمريرة متبقية؟ تمريرتين فقط، تمريرتين فقط. شاب عبد الله اللي يصوب، تمريرة لأحمد خالد لكن صعب جدا. شاهد نعم إنها مصارعة، إنها مصارعة وصراع كبير، صراع كبير. أكيد الألقاب لا تأتي إلا بهكذا لقطات. نعم، عليك أن تبذل جهد غير عادي من أجل أن تتميز، من أجل الحصول على الألقاب يجب أن تكون متميز بكل شيء. تمريرة واحدة فقط متبقية، يعني يجب التصويب من قبل لاعبين نادي الحج. دفاع قوي جدا من فريق الكرخ، يضطر لاعبين نادي الحج للوصول إلى التمريرة الأخيرة. هنا شاب عبد الله والتصدي من زين العابدين، التصدي من زين العابدين من أمام شاب عبد الله. هذه المرة لم ينجح شاب عبد الله باصطياد زين العابدين حارس مرمى نادي الكرخ من اجل التعديل من خلال هذه الهجمة، من خلال هذه الكرة. هل ينجح فريق الكرخ؟ مجتبى باسم ايضا بدأت التغييرات، دخول مجتبى باسم كلاعب ارتكاز بديلا لمصطفى الغول كابتن نادي الكرخ. على عبد الكريم الى ماجد لعلي، تمريرات تقاطعات وصلت الى ماجد، الى محمود طه. الله هجمة كاملة الأوصاف، هجمة كاملة الأوصاف من لاعبي نادي الكرخ. وفي الأخير محمود طه يسجل التعادل 7-7، وتحتاج إلى نظر 6-6 من أجل مشاهدة هذا الجمال، من أجل مشاهدة هذه الإثارة والمتعة ما بين الكرخ والحشد، أو الحشد والكرخ هنا في صالة نادي الكرخ. ونادي الكرخ الذي يبحث عن لقب آخر، كونه سيد الفرق على مستوى كرة اليد، 17 لقب، والحشد يبحث عن لقب الأول، يبحث عن لقب تاريخي، لكن يعرف تماما يصطدم بالتاريخ وبالجغرافيا، يصطدم بالألقاب، لكن والحافظ يقول لدينا القدرة ولدينا المقدرة من أجل الفوز بهذا اللقب. لدينا فريق يستطيع المنافسة، يستطيع أن يحقق هذا اللقب. يعني هي المباراة الثالثة في هذا الموسم ما بين الحج والكرخ. التقيا في بطولة الأندية العربية والتقيا في مرحلة الذهاب، والآن هذا اللقاء الثالث. الحج تفوق على الكرخ في مناسبتين، هل تكون الثالثة ثابتة أم الكرخ يكسر هذه السلسلة؟ 8 الحج 7 الكرخ. دخول الآن عمر ياسين إلى ماجد عبد الرضا، ماجد تمريرة على عبد الكريم، علي إلى عمر يحاول الدخول لعلي، محمد علي مهدي يحاول لكن هناك خطأ رمية 9 أمتار واعتذار جميل. نعم،
خلوق جدا بدر الدين حمودي، وايضا محمد علي مهدي، ثنائي خلوق تماما لاعب في منتخبنا الوطني. اكيد الروح الرياضيه موجوده، يعني كانك تشاهد حصه تدريبيه ما بين لاعبين منتخبنا الوطني، هشام عبد الله والحافظ بدر الدين ومنتظر قاسم، اضافه الى لاعبين نادي الكرخ ماجد عبد الرضا، مصطفى الغول، مجتبى باسم، محمد علي مهدي، وعلي عبد الكريم، وايضا سامر مشتاق. يحاول الان علي عبد الكريم تمريره لماجد، تصويب وهدف، هدف في الزاويه 90، هدف في الزاويه 90. ومثل ما نقول في كره اليد شلع الزاويه، نعم 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 شلعها بهذا التصويب. ماجد عبد الرضا يسجل هدف التعادل. سجاد حمودي لمصلحه نادي الحشد، الحشد من اجل التقدم مجددا امام فريق الكرخ. احمد خالد لسجاد، تمريرات هادئه من اجل تنظيم الهجمه. نعم هدوء الان لفريق الحشد قبل ثوران العاصفه، قبل التصويب من شهاب عبد الله. الله الله الله، هدف تاسع، هدف تاسع لمصلحه فريق الحشد الذي يتقدم مجددا. لا يريد اعطاء الفرصه للكرخ بالتقدم، دائما تقدم فريق الحشد في الدقائق الماضيه. يحاول الان فريق الكرخ يبحث عن التعديل. ماجد الى عمر ياسين، عمر ياسين المصري، هنا الان علي لماجد، الى علي عبد الكريم، يحاول الدخول، تمريره لعمر، تصويبه، لكن هناك رمية 9 امتار، هناك رمية 9 امتار لمصلحة فريق الكرخ. مجتبى باسم الى عمر، ماجد الى علي عبد الكريم، يحاول الدخول علي، وهناك خطأ اخر، رمية 9 امتار اخرى. المشاهد اشارة اللعب السلبي، علي عبد الكريم لعمر ياسين، نعم اشارة اللعب السلبي. ماجد عبد الرضا يحاول الدخول، وهناك خطأ لمصلحة فريق الكرخ. ايضا رمية 9 امتار. كم تمريرة متبقية؟ 3 تمريرات، وهناك وقت مستقطع، هناك وقت مستقطع يطلبها المدرب المصري شريف المرسي مدرب نادي الكرخ. ونشاهد جانب من الحضور الرسمي، يعني ايضا مدرب منتخبنا الوطني كرة يد جوران بيركوفيتش. حكام الطاولة شاهد طبعا، دخلنا الدقيقة 20، 9 الحشد 8 الكرخ. ينتهي الوقت المستقطع احبتي مشاهدي قنوات شبكه الاعلام العراقي، والنتيجه تشير تقدم فريق الحشد على فريق الكرخ. طبعا هي مباراه مؤجله من الدور الثاني عشر من المرحله الثانيه، طبعا بسبب ارتباط لاعبي منتخبنا الوطني في البطوله العربيه، وبالتالي لجنه المسابقات ارتأت بتاجيل مباريات الجيش والشرطه اضافه للكرخ والحشد. الان اشاره اللعب السلبي، وقت مستقطع، هل ينجح عمر ياسين بالتسجيل؟ عمر، تمرير لماجد عبد الرضا الى عمر مجددا، يحاول الدخول، وهناك خطأ، رمية 9 امتار، متبقي تمريره واحده فقط باشاره الحكم عمار ناصر. تصويب وتصدي منتظر قاسم، تصدي من منتظر قاسم، يبقي فرق الهدف لمصلحه فريق الحشد. خلاص 10 دقائق ثانيه انتهت من احداث الشوط الاول، تكلم عن 20 دقيقه مرت. فريق الحشد سجل، فريق الحشد سجل 4 أهداف، بينما فريق الكرخ أيضا سجل 4 أهداف. يحاول الآن فريق الحشد، بدر الدين، سجاد إلى الحافظ، والحافظ إلى شاب عبد الله، شاب إلى سجاد، دخول ورمية 7 امتار، وهناك استبعاد، هناك إيقاف على مجتبى باسم، نعم بسبب اللقطة المشتركة مع من؟
مع اللاعب. نعم 9-8 وإيقاف على فريق الكرخ. مجتبى باسم طبعا بعد اللقطة المشتركة أمام سجاد طالب. السلام لسجاد طالب. كما ذكرت يعني مباراة الذهاب انتهت لمصلحة فريق الحي 29-25. طبعا الناديين متساويان على مستوى النقاط. الكرخ رصيده من النقاط 69 نقطة، 23 انتصار وخسارة وحيدة، سجل 866 هدف واستقبل 479 هدف، بينما فريق الحج في المركز الأول برصيد 69 نقطة، 23 انتصار وخسارة وحيدة، سجل 862 هدف واستقبل 506 هدف. الشقيقان بدر الدين وحمود ناصر بدر الدين وسجاد حمود ناصر، نعم ابناء الكابتن الكبير حمود ناصر لاعب منتخبنا الوطني لمدة طويلة. نعم اتكلم عن ما يقارب 15 عاما وهو لاعب منتخب وطني. والحافظ امام زي العابدين ورمية 7 امتار، هل ينجح والحافظ امام زي العابدين؟ ايضا يتصدى زي العابدين، ينجح وائل بالتسجيل الهدف العاشر لمصلحة فريق الحشد. 10 لمصلحة فريق الحشد و8 لمصلحة فريق الكرخ. علي عبد الكريم، مصطفى يحاولان، ماجد عبد الرضا الى احمد طارق الى ماجد، علي عبد الكريم، تمريره وصلت محمد علي مهدي الى ماجد عبد الرضا، ماجد يحاول الى محمود طه واشاره اللعب السلبي، لكن انطلقت الصافره قبل التصويب. كم تمريره متبقيه؟ 3 تمريرات فقط. علي عبد الكريم يحاول علي، تمريره لماجد عبد الرضا وتصدي من منتظر قاسم، تصدي اخر من منتظر قاسم. اكيد يعني حراس المرمى اليوم يعني سوف يكونون فارق وانا تصويبه والى الخارج، لكن هناك خطا ورميه 9 امتار، رميه 9 امتار. شاهد الأكمال منذر كيف يوجه اللاعبين. اكيد مباراة صعبة جدا على الفريقين. والحافظ يحاول الآن، شاب عبد الله، تمريرة من جديد لوائل حافظ مصلحة فريق الحج. فريق الكرخ يلعب من قص العدد، تمريرة أخرى إلى وائل حافظ، تصويبه وهدف، هدف في مرمى سامر مشتاق الحارس البديل. الهدف ال11 لمصلحة فريق الحج الذي يتقدم بفارق 3 أهداف. 11 الحج 8 الكرخ. محمود طه لماجد عبد الرضا يبحث عن التخليص الآن فريق الكرخ إلى هدفين. ماجد محمد علي مهدي، أحمد طارق، محمود طه يحاول الآن ماجد عبد الرضا، أحمد طارق مجددا، أحمد يحاول الآن وهناك خطأ، رمية 9 امتار. أحمد طارق، الكرخ يعاني على المستوى الهجومي وهناك خطأ آخر، يعاني الكرخ على المستوى الهجومي، لا يوجد الحلول الكثيرة. أحمد طارق إشارة اللعب السلبي، محمود طه يحاول تمريرة لمحمد علي مهدي والهدف التاسع لمصلحة نادي الكرخ. يقلص، لا يا محمد، هذه اللقطة لا نريد أن نشاهدها، هذا الاحتفال لا نريد أن نشاهده. نعم تحتفل، تصرخ من حقك، لكن هناك بعض اللقطات لا نريد أن نشاهدها. على العموم 9 الكرخ 11 الفريق الحاج، يتقلص الفارق إلى هدفين. يحاول الآن والحافظ تمريرات الخط الخلفي لنادي الحج، أحمد خالد، والحافظ يحاول المرور إلى شاب الخطير،
تصويبة قوية، والهدف الثاني عشر. الهدف الثاني عشر، يعود الفارق 3 أهداف. تمريرة، وهنا محمود طه، وهناك إيقاف. هناك إيقاف على أحد لاعبي فريق الحج. نعم إيقاف، وهناك 4 خطوات. إيقاف على ميثم صبري. نعم إيقاف على اللاعب ميثم صبري. ثاني إيقاف على لاعبي نادي الحج. الأول كان على سجاد حمودي، والثاني الآن على ميثم صبري. 4 خطوات. يتكلم عمار ناصر مع محمود طه، يقول له سبب إلغاء الهدف كونك طبعا مشيت بالكرة 4 خطوات. كلام من الدكتور فاضل كردي مع عمار ناصر. هناك لقطة وإيقاف آخر على فريق الحج. نعم، لا هو الإيقاف نفسه على ميثم صبري. توقعت هناك إيقاف آخر لكن للتنبيه. وهنا تصويبة من على عبد الكريم، ينجح على عبد الكريم بتسجيل الهدف العاشر لمصلحة نادي الكرخ. يتقلص الفارق إلى هدفين قبل نهاية الشوط الأول بأقل من 6 دقائق. نعم أقل من 6 دقائق. فريق الحشد الآن يلعب منقوص العدد بعد خروج ميثم صبري. يحاول فريق الحشد الآن نعم بالهدوء. شاهد 5 دقائق أخيرة على أحداث الشوط الأول. يحاول الآن تمريرة وتصويبة، لكن تصدي من زين العابدين. وهنا عمر ياسين إلى على عبد الكريم. السرعة من نادي الكرخة. أحمد طارق دخول وتصويب وهدف. هدف 11 لمصلحة نادي الكرخة. الكرخ يقلص الفارق إلى هدف واحد. 11 الكرخة 12 الحشد. هل يطلب وقت مستقطع نعمان منذر أم يؤجل؟ يلعب بهدوء. بدر الدين يدخل بديل الحارس منتظر قاسم. يحاول فريق الحاج تمريرة لواء الحافظ، ودفاع قوي من أحمد طارق. دفاع قوي من أحمد طارق، وهو الحافظ يطالب بالإيقاف على أحمد طارق ثنائي المنتخب الوطني أحمد خالد. وهنا محاولة دخول وتصويب ورمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار لمصلحة فريق الحاج. والحافظ على التصويب من امام زين العابدين. والحافظ امام زين العابدين لا ينجح وائل بالتسجيل مره اخرى. امام زين العابدين هذه المره يتصدى لمن سوف تكون الغلبه. وائل زين، لكن وائل ينجح. نعم وائل بدقه كبيره ينجح بتسجيل الهدف الثالث عشر لمصلحه فريق الحج. 13 الحج 11 الكرخ. يزداد الفارق الى هدفين لمصلحه فريق الحج. محمود طه. محمود يحاول المرور. تمرير على عبد الكريم لمنوني. دخولان منوني. عمر ياسين تمريره لمجتبى، لكن مجتبى لمس المنطقه، لمس منطقه ال6 متر، وبالتالي الهدف يلغى. الهدف يلغى ولا يحتسب لمصلحه نادي الكرخ. تبقى النتيجه على حالها 13 الحشد 11 الكرخ. والحافظ شاب عبد الله من جديد. فريق الحاج دفاع متقدم من لاعبين نادي الكرخ على لاعبين نادي الحاج. وهنا محمود طه، ودفاع قوي من محمود طه. خطأ لمصلحة فريق الحاج. شاب عبد الله يحاول الآن تمريرة إلى سجاد حمودي. ممتازة من سجاد، ممتازة من سجاد. يعود الفارق إلى 3 أهداف مجددا لمصلحة نادي الحج. وتصدي، تصدي من منتظر قاسم، تصدي آخر من منتظر قاسم، ومن أمام من أمام محمد علي مهدي. 14 الحشد 11 لمصلحة نادي الكرخة. الفارق 3 أهداف، الفارق 3 أهداف لمصلحة نادي الحشد. هل يزيد الفارق؟ هل يزيد غلته من الأهداف فريق الحشد من خلال هذه الهجمة؟ والحافظ يحاول الآن فريق الحشد ويبحث عن دفاع متقدم فريق الكرخ.
ولشاب عبد الله، تمريره لسجاد حمودي، ويحاول شاب عبد الله تمريره، ولكن دفاع قوي، دفاع قوي جدا من عمر ياسين. من جديد هجوم لمصلحة شرط اللعب السلبلان، هجوم للكرخ، هجوم للحشد، والكرخ يحاول شاب عبد الله وتمريره، ودفاع قوي محمد علي مهدي، دفاع قوي محمد علي مهدي. رمية 9 امتار احمد خالد الى شاب عبد الله، هل يصوب شوب؟ لكن بلوك، بلوك دفاعي. تمريره واحده فقط، تمريره واحده فقط متبقيه، بلوك دفاعي قافل الوقت. وتنبيه من عمار ناصر لسجاد حمودي، وهناك وقت مستقطع يطلبه المدرب نعمان منذر مدرب نادي الحشد قبل تقريبا أقل من دقيقة، نعم 54 ثانية فقط متبقية على نهاية أحداث الشوط الأول. الحشد يتقدم على الكرخ 14 مقابل 11. ينتهي الوقت المستقطع الذي طلبه مدرب نادي الحشد الكابتن نعمان منذر. ونعود نستلف اللقاء من جديد احد المشاهدين. اللقاء المؤجل من الدور الثاني عشر مرحلة الثاني دور النخبة العراقي لكرة اليد. هنا التمريرة وسط محمد عبد المغني يحاول الدخول والتصويب ولا وجود للخطأ. نعم عادت مصلحة نادي الكرخ. الثواني الأخيرة علي عبد الكريم يحاول المرور، لكن دفاع قوي، دفاع قوي جدا. مجتبى باسم رمية 9 امتار الى محمود طه، محمود طه الى عمر ياسين، عمر ياسين من جديد منوني يدخل، منوني بلاي ميكر منوني الى عمر ياسين، عمر دخول، لكن ماذا هناك؟ هناك ايقاف للوقت وايضا سقوط منتظر ناظم في هذه اللقطة. منوني بالسلامة لمنوني، بالسلامة لمنوني. كان هناك لقطة خلف الكواليس أم ماذا؟ السلامة لا منتظر الناظم، واضح تماما يعاني والمعالج. بالسلامة المنتظر ناظم، وكلام مع حكام اللقاء. علي عبد الكريم يتكلم مع عمار ناصر وحيدر سلمان الثنائي المرشح طبعا الشارة الدولية وكما تسمى في كرة اليد طبعا كحكم قاري يكون. مجتبى باسم هناك ايقاف للوقت، نعم لغاية الآن مباراة متوقفة. نستأنف اللقاء مجددا أحبة المشاهدين. ثواني الأخيرة يحاول عمر ياسين وهدف ممتاز، هدف ممتاز من المصري. عمر ياسين يصوب بقوة ومجتبى باسم، وهنا التمريرة الطويلة، هل ينجح؟ هل ينجح محمود طه؟ الله الله يا منتظر، تصدي تصدي ولا أروع. هل يكون تصدي المباراة؟ هل يكون تصدي اللقاء لهذا المنتظر الذي تصدى لكرة انفراد امام المصري محمود طه لينتهي الشوط الاول بتقدم فريق الحشد 14 مقابل 12 للكرخ. حبة المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، استراحة قصيرة ونعود اليكم مجددا.
أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، نحييكم مجددا ونلتقي معكم بأحداث الشوط الثاني ما بين ناديي الكرخ والحشد، بعدما تركنا الشوط الأول بتقدم فريق الحشد على الكرخ ب14 هدف مقابل 12 هدف. هنا انطلاقة الشوط الثاني من المباراة المرتقبة، مباراة الصدارة، المباراة المؤجلة من الدور الثاني عشر، المرحلة الثانية لدور النخبة العراقي لكرة اليد. هل ينجح فريق الحشد بتعزيز الصدارة وأيضا يجدد الفوز على الكرخ، أم الكرخ طبعا يرد اعتباره وأيضا يتصدر؟ هنا محاولة أولى ناجحة من أحمد خالد، ينجح بتسجيل هدف الخامس عشر. 15 للحشد، 12 للكرخ. يحاول عن عمر ياسين لكن هناك خطأ، رمية 9 امتار. طه ماجد عبد الرضا عمر ياسين، يحاول فريق الكرخ أن يقلص، هنا عمر ياسين وتمريرة أيضا خطأ. مصطفى إلى عمر، يحاول الآن عمر تصويبه إلى الخارج من عمر ياسين. يبقى فرق 3 أهداف لمصلحة فريق الحشد. شاب عبد الله احمد خالد، اكيد الان فريق الحشد يلعب بهدوء، لا يريد الاستعجال تماما. محمد عبد المغني الى شاب عبد الله، محمد عبد المغني اللاعب المصري الى شاب الى وائل حافظ، يحاول المرور، تمريره لاحمد خالد لكن دفاع قوي جدا على احمد خالد. محمد عبد المغني لشاب، محمد مجددا، شاب يحاول فريق الحشد، يحاول الى محمد، دخول تصويب هدف لمصلحة فريق الحشد، الهدف السادس عشر، يتقدم بفارق 4 أهداف. هنا عمر تصويب وهدف الثالث عشر لمصلحة نادي الكرخ، يقلص الفارق الى 3 أهداف. وهناك ايقاف على مجتبى باسم، الايقاف الثاني على مجتبى باسم. مجتبى باسم الان تحت ضغط الايقافات، اذا تعرض الى ايقاف ثالث خلاص هو نعم، اذا تعرض الى ايقاف ثالث يخرج بالبطاقة الحمراء. سجاد حمودي لشاب، محمد عبد المغني والحافظ، محمد عبد المغني من جديد، شاب عبد الله، سجاد حمودي، محمد عبد المغني يحاول الدخول والتصويب، وهناك هناك خطأ، رمية 9 امتار. احمد خالد، محمد عبد المغني فريق الكرخ يلعب من قص العدد، وهنا المحاولة والحافظ إلى شاب عبد الله إلى سجاد حمودي، ممتازة من سجاد حمودي، يسجل الهدف السابع عشر ويعيد الفارق إلى 4 أهداف مجددا. عمر ياسين لماجد عبد الرضا، محمود طه، ماجد مجددا، ثلاث دقائق مرت من احداث الشوط الثاني، تفوق واضح لفريق الحشد. ماجد عبد الرضا والى الخارج من ماجد عبد الرضا، تصويبه لمست القائم والى الخارج. فريق الحشد سجل الان هدف، لا الامور تكون صعبه على فريق الكرخ، نعم في بداية الشوط الثاني، لكن يعني فارق ال5 أهداف صعب جدا بهكذا مباريات. والحافظ وتمريرة، وهناك خطأ من جديد. محمد عبد المغني، شاب عبد الله، محمد يحاول المرور لوائل، تمريرة لبدر الدين
ممتازة من بدر الدين، ممتازة من بدر الدين حمودي، يسجل الهدف الثامن عشر والفارق يزداد إلى 5 أهداف. تزداد الأمور صعوبة على فريق الكرخ. نعم، الكرخ يحتاج إلى جهد مضاعف من أجل التقليص، من أجل العودة بنتيجة اللقاء. أكيد هو يعرف تماما أنه يصطدم بفريق قوي جدا يمتلك لاعبين على مستوى عالي. تمريرة لم تصل، خطأ لمصلحة فريق الكرخ. مصطفى لمحمود طه، عمر ياسين، ماجد عبد الرضا إلى عمر، ويحاول عمر لكن خطأ. خطأ آخر لمصلحة فريق الكرخ، دفاعات قوية من الحج. ماجد إلى عمر، يحاول الآن محمود طه، يحاول الدخول، صعب صعب جدا. إشارة اللعب السلبي. ماجد عبد الرضا، وأيضا خطأ آخر، كان يطالب ماجد عبد الرضا برمية 7 أمتار، لكن رمية 9 أمتار الآن. تمريرتين بثلاثة. محمود طه لماجد عبد الرضا، خطفت الكرة والحافظ. هدف 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 جميل لواء الحافظ، الهدف التاسع عشر، ويحيي الجماهير. والفارق 6 أهداف. بداية قوية جدا للحشد، وبداية غير جيدة تماما لفريق الكرخ. يعني الحشد سجل 5 أهداف لغاية الآن، نعم سجل 5 أهداف لغاية الآن في الشوط الثاني، والكرخ سجل هدف واحد فقط. ينتهي الوقت المستقطع الذي طلبه المدرب شريف المرسي مدرب نادي الكرخ. يعني أكيد يريد تصحيح الأمور، يريد إعادة ترتيب الأوراق من جديد. صعبة جدا، صعبة جدا أن تتأخر بفارق 6 أهداف. جانب من الحضور الجماهيري في صالة نادي الكرخ. الكرخ هل يعود إلى مستواه المعهود بعد هذا الوقت المستقطع ليعود إلى تسجيل الأهداف؟ محمود طه، أحمد طارق، لم تصل لبدر الدين، وإلى الخارج، إلى الخارج مصلحة نادي الكرخ. ماجد لأحمد طارق، ماجد من جديد لمحمود طه. علي عبد الكريم يحاول الآن تمريرة لم تصل، وهناك خطأ وإيقاف على وائل حافظ. إيقاف على وائل حافظ، ثالث إيقاف على فريق الحج. تلعب رمية 9 أمتار ماجد عبد الرضا إلى محمود طه مجددا. ماجد فريق الكرخ هل يقلص الآن؟ أحمد إلى محمود، وهدف جميل من محمود، الهدف الرابع عشر، يتقلص الفارق إلى 5 أهداف. فريق الحج يلعب منقوص العدد، أكيد يريد استهلاك الثواني القادمة. نعم، يريد إعطاء فرصة للكرخ أن يقلص الفارق أكثر وأكثر. بدر الدين أكيد يعني لاعبين خبرات لدى فريق الحج، ونفس الحال لدى فريق الكرخ، يمتلكون الخبرات الكبيرة، مثلوا منتخباتنا الوطنية في أكثر من مناسبة. بدر الدين إلى سجاد، محمد عبد المغني، إشهاب عبد الله، إشهاب إلى محمد، يحاول لكن دفاع قوي، دفاع قوي جدا. أحمد خالد لمحمد عبد المغني، محمد يحاول المرور والتصويب، وهناك خطأ، خطأ آخر
خطأ آخر لمصلحة فريق الحشد. تلعب الرمية، شرط اللعب السلبي شاب عبد الله إلى سجاد طالب إلى محمد عبد المغني، ولا وجود للخطأ. عادت مصلحة نادي الكرخ. ماجد عبد الرضا، الهجوم السريع على عبد الكريم. الله يا منتظر، الله يا منتظر، كرة مواجهة، كرة مهمة جدا كانت لنادي الكرخ من أجل التقليص، لكن منتظر قاسم يقف سدا منيعا أمام علي عبد الكريم الذي أخطأ بالتصويب، أو أجاد منتظر قاسم بالتصدي. كرة مهمة لمصلحة فريق الكرخ ضاعت، هل ضيعها علي أم تألق بها منتظر؟ شاب عبد الله محمد عبد المغني، سجاد طالب يحاول لكن دفاع قوي من مصطفى. خطأ يلعب. عادت مصلحة فريق الحاج. محمد عبد المغني إلى سجاد طالب. خطأ آخر لمصلحة فريق الحج. محمد عبد المغني من جديد، شاب عبد الله يحاول فريق الحشد الشعبي لكن أيضا خطأ. شارة اللعب السلبي، دفاع قوية من نادي الكرخ. 3 تمريرات متبقية على إشارة اللعب السلبي. شاب عبد الله، إشهاب إلى محمد عبد المغني، والحافظ يحاول، ورمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار، وهناك إيقاف على مصطفى. إيقاف على مصطفى محمد. الإيقاف الأول على مصطفى محمد والثالث على لاعبين هذا الكرخ. نعم، الاعتذار موجود من مصطفى. رمية 7 أمتار لمصلحة فريق الحشد. يعود الفارق مجددا إلى 6 أهداف. هل ينجح وائل بالتسجيل من أمام سامر مشتاق؟ ثنائي المنتخب الوطني. كرة مواجهة خاصة ما بين وائل حافظ وسامر مشتاق. هل ينجح سامر بالتصدي أمام وائل أم وائل ينجح بالتسجيل؟ من سوف ينجح؟ وائل. نعم ينجح وائل ويسجل الهدف رقم 20 لمصلحة نادي الحشد بعد مرور تقريبا 10 دقائق على بداية الشوط الثاني. 20 الحشد 14 الكرخ. أحمد طارق، ماجد عبد الرضا، حاول ماجد لمحمود طه، محمود طه لماجد عبد الرضا، يحاول الدخول والتصويب، ورمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار، نعم نجح بالتصدي منتظر قاسم، لكن هناك رمية 7 أمتار. محمد علي مهدي من أمام منتظر قاسم الذي قدم مباراة كبيرة. هل ينجح بالتصدي منتظر قاسم من أمام محمد علي مهدي المتخصص بالرميات الجزائية؟ نعم ينجح ويسجل الهدف ال15، يقلص الفارق إلى 5 أهداف. 20 الحشد 15 الكرخ. الشاب إلى محمد عبد المغني، حاول فريق الحشد نعم أن يدير ويسير المباراة كما يريد خلال الدقائق القادمة، وخاصة متفوق على الكرخ بفارق 5 أهداف. سجاد طالب لشاب عبد الله، ممتازة من شاب، يسجل هدف رقم 21. تصويبة قوية جدا، صعبة كانت على الحارس. يعود الفارق إلى 6 أهداف مجددا. محمد علي مهدي، أحمد طارق، ماجد، محمود طه، أحمد طارق إلى ماجد، محمود طه يحاول الدخول والتصويب تصدي آخر من منتظر قاسم. مباراة كبيرة، وشاهد نجدة حمود كيف يشجع منتظر قاسم مدرب حراس المرمى لنادي الحشد. مباراة كبيرة جدا يقدمها منتظر قاسم أمام فريق الكرخ
أكيد يعني حراس المرمى في هكذا مباريات أكيد يعني يكون التألق. وشاهد دفاع قوي جدا من مجتبى باسم. حذر يا مجتبى، إذا حتى حصلت على الإيقاف الثالث سوف تخرج خلاص من الصالة بالورقة الحمراء. محمد عبد المغني يحاول الدخول وخطأ على اللاعب المهاجم. نعم، خطأ على اللاعب المهاجم. عادت مصلحة نادي الكرخ. هل يقلص الكرخ الآن؟ أحمد ماجد عبد الرضا محمود طه. يعني شاهد الكرخ يعاني على المستوى الهجومي. محمد علي مهدي لأحمد طارق. عودة مصطفى الآن يعني يلعب ب7 لاعبين، خلاص يلعب الكل بالكل. المدرب شريف المرسي يلعب بلاعبي دائرة، لاعبي ارتكاز، مصطفى محمد ومجتبى باسم. تمريرة لماجد عبد الرضا. نعم، ودفاع قوي جدا من أحمد مالك وأيضا شاب عبد الله على ماجد عبد الرضا. شريف المرسي يعني واضح تماما تأثير النتيجة على ملامح هذا الرجل. وهنا خطف الكرة، هجوم مرتد سريع والمرمى خالي وهدف. هدف رقم 22، هدف رقم 22. الفارق يصل إلى 7 أهداف، الفارق يصل إلى 7 أهداف. فارق كبير، فارق كبير. ومتبقي 17 دقيقة وأقل من 17 دقيقة على نهاية أحداث هذا اللقاء. فارق 7 أهداف، فارق كبير. نعم، شاهد الفارق. محمود طه يحاول تمرير وهناك خطأ. لمس الهدف لم يحتسب، لكن خطأ. الكرة لمست أقدام أحد لاعبي فريق الحشد. ووقت مستقطع آخر يطلبه المدرب شريف المرسي. خلاص استنفذ الأوقات المستقطعة، يطلب الوقت المستقطع الثاني. يتكلم تقريبا 16 دقيقة وبعض الثواني على نهاية أحداث هذا اللقاء، لكن أكيد يعني طلب أن يتدخل، وبالتالي هذا التدخل من قبل شريف المرسي من أجل يعني تصحيح الأخطاء. ينتهي الوقت المستقطع وندخل في اللقاء من جديد. أحبة المشاهدين، الحشد 22 كرخ 15 في مباراة مؤجلة من الدور الثاني عشر المرحلة الثانية لدور النخبة العراقي لكرة اليد. يحاول الكرخ مجتبى وتصدي آخر من منتظر قاسم. منتظر قاسم سبب رئيسي بهذا الفارق من الأهداف، تصدى لعديد من الكرات. يعني أنا بانتظار الإحصائية، الإحصائية يعني تقريبا منتظر قاسم تصدى ما يقارب إلى نسبة أكثر من 40% من الكرات التي سددها لاعبي فريق الكرخ. نعم، تألق كبير لمنتظر قاسم في هذا اللقاء. أسمر منتخبنا الوطني سجاد الأواء الحافظ والى بدر الدين. يا عيني يا عيني على هذه اللقطة الفنية الجميلة ما بين وائل وبدر الدين. نعم، ثنائي متفاهم، ثنائي يكون جهة قوية جدا. هنا المحاولة وأيضا منتظر قاسم. يا الله على منتظر، يا الله على منتظر. خلاص الكلام المديح والثناء على منتظر قاسم بسبب تصدياته المستمرة. والفارق 8 أهداف، ومن الممكن أن يصل
إلى فارق أكثر من 8 أهداف. صعب جدا، صعب جدا الكرخ يخسر بهذا الفارق. نعم صعب جدا. يمتلك عديد لاعبي المنتخب الوطني، يمتلك محترفين، لكن خلاص هذه هي الرياضة. وهنا وائل حافظ تصويبه وتصدي، تصدي من سامر مشتاق، وهنا تمريرة طويلة صعبة على محمد علي مهدي. عادت لمصلحة نادي، عادت لمصلحة نادي الحشد. وايضا عمر ياسين مسك الكرة قبل ان تصل لاحمد خالد، وسامر مشتاق يطلب الهدوء، يطلب الهدوء. يعني الكرخ هناك عشوائية، عشوائية بلعب فريق الكرخ. يعني الامور صعب، صعبة جدا. منون الان يدخل، ايضا جاسم غصاب غير ايضا متواجد بسبب الاصابة. منوني الى علي عبد الكريم، وهناك ايقاف على احمد مالك، ايقاف على احمد مالك، ايقاف رابع على لاعبي نادي الحشد بعد ميثم صبري وسجاد حمودي ووائل حافظ والان احمد مالك. 4 ايقافات. رمية سمتار لمصلحة نادي الكرخ. مصطفى منوني لعلي عبد الكريم، منوني مجددا عمر ياسين، منتظر ناظم الى علي عبد الكريم. ممتازة، ممتازة من علي عبد الكريم، ينجح بالتسجيل. الهدف السادس عشر، يتقلص الفارق الى 7 أهداف. ما زال الفارق كبير، ما زال الفارق كبير. 13 دقيقة متبقية على نهاية أحداث هذا اللقاء، والفارق 7 أهداف لمصلحة فريق الحشد الشعبي الذي تفوق على الكرخ هنا في صالته أمام جماهيره. 23-16. شاب عبد الله دخول تمرير، لكن عادت لمصلحة نادي الكرخ. هنا التمرير على عبد الكريم، يا عيني على عبد الكريم، يسجل الهدف السابع عشر ليقلص الفارق الى 6 أهداف. حماسة كبيرة من علي عبد الكريم، يطلب من اللاعبين ان يكونوا اكثر حرصا واكثر شجاعة واكثر شراسة واكثر اندفاع واكثر تسجيل من قبل علي عبد الكريم. خطأ اخر، دفاع متقدم من فريق الكرخ، دفاع متقدم من فريق الكرخ. خلاص وانا وائل حافظ، وخطأ على وائل حافظ، خطأ على وائل حافظ. هل يتدخل نعمان ويطلب وقت مستقطع بعد هذه الهجمة؟ عمر ياسين يحاول الآن فريق الكرخ على عبد الكريم إلى منوني إلى عمر ياسين مجددا، منوني إلى علي لمحمود طه. هدف آخر للكرخ. الكرخ يقلص الفارق من 8 أهداف إلى 5 أهداف. تكلمت، فارق كبير بالنسبة لنادي الكرخ يمتلك الأدوات. نعم، يتدخل نعمان منذر ويطلب وقت مستقطع بعدما شاهد الكرخ عاد وقلص الفارق من 8 أهداف إلى 5 أهداف. 23 حشد 18 الكرخ، وبالتالي يتدخل نعمان منذر ويطلب وقت مستقطع من أجل إيقاف الرتم العالي وتهدئة المباراة طبعا، وكذلك أيضا إعطاء التوجيهات والإرشادات للاعبيه. ينتهي الوقت المستقطع الذي طلبه نعمان منذر. وعدنا السلف اللقاء من جديد احبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي. الحج يتقدم على الكرخ بفارق 5 أهداف 23-18 في مباراة مؤجلة من الدور الثاني عشر المرحلة الثانية. شاب عبد الله لوائل حافظ، هل هناك حلول الآن؟ الشاب تمريرة لسجاد حمودي، مجددا محمد عبد المغني، يحاول الشاب عبد الله إلى وائل حافظ، وائل حافظ يحاول المرور والتصويب، وهناك خطأ، هناك خطأ
خطأ. هل هناك إيقاف على عمر ياسين أم ماذا؟ بالسلام اللواء الحافظ. إشارة اللعب السلبي. كم تمريرة متبقية؟ 3 تمريرات. 3 تمريرات على إشارة اللعب السلبي. والحافظ يمرر محمد عبد المغني، وهناك أيضا خطأ آخر. خطأ آخر رمية 9 أمتار ومصطفى محمد أكيد يعني يعتذر محمد عبد المغني. روح رياضية كبيرة. كم متبقي؟ تمريرة واحدة فقط. أحمد خالد. هل يلعب لواء الحافظ أم محمد عبد المغني؟ أعتقد لواء الحافظ. أعتقد لواء الحافظ. نعم إلى وائل. والحافظ يجب أن يصوب وائل، لكن أيضا هناك رمية 9 أمتار أخرى. وهنا التمرير للشاب عبد الله، وهدف جميل من الشاب، هدف رقم 24 ليوسع الفارق إلى 6 أهداف. نعم تصويبة قوية من الشاب عبد الله، لم يستطيع سامر مشتاق أن يتصدى لهذه التصويبة. بصراحة اليوم حراس مرمى فريق الكرخ يعني لا سامر ولا زين عابدين ليس بأفضل أحوالهم. علي عبد الكريم عكس منتظر قاسم الذي قدم مباراة كبيرة. يحاول الآن علي عبد الكريم، وهناك خطأ. خطأ ورمية 9 أمتار. خطأ ورمية 9 أمتار من جديد لمصلحة نادي الكرخ. علي عبد الكريم محاولة دخول، تمريرة لمحمود طه، وأيضا خطأ آخر. خطأ آخر لمصلحة نادي الكرخ. علي عبد الكريم إلى عمر ياسين، عمر لمنوني، منوني، وهناك خطأ على منوني. خطأ على منتظر ناظم. عادت لمصلحة فريق الحشد. خلاص دخلنا ال10 دقائق الأخيرة من أحداث هذا اللقاء. فريق الحشد يعني يحاول الهدوء تماما أكيد، يعني أكيد كلما يبقى الفارق 6 نقاط 6 أهداف أو 5 أهداف أكيد يعني شريف المرسي يعني واضح تماما عليه الحيرة. نعم علامات الحيرة واضح تماما على شريف المرسي. والحافظ إلى سجاد طالب، شاب عبد الله لأحمد خالد، لكن يتصدى سامر مشتاق، يتصدى من أمام أحمد خالد. هنا على عبد الكريم إلى عمر ياسين، إلى منوني لعلي مجددا، وتمريرة لمنتظر. عمر ياسين دخول وتصويب. ماذا تفعل يا عمر ياسين؟ محترف ودخول وتدخل وتصوب بهذه الطريقة، ألف علامة استفهام. نعم أنت محترف، يعني فريقك يحتاجك في هكذا أوقات، يحتاجك بهكذا تصويبات، وأنت تضيع كرة سهلة بهذه الطريقة. لا الأمر يعني صعب جدا تقبله. عادت لمصلحة نادي الحشد الشعبي منتظر قاسم الذي أحرز لقب الدوري مع نادي الشرطة. والحظ سجاد طالب، شاب عبد الله لسجاد لوائل، وائل دخول وتصويب وهدف بمهارة كبيرة من وائل حافظ، يسجل هدف رقم 25. علي إلى مصطفى إلى منوني لعمر إلى رامي من جديد، يحاول الآن تمريرا لمصطفى، وهدف جميل من مصطفى الغول، الهدف ال19 يقلص الفارق فريق الحج أو فريق الكرخ أمام فريق الحج. صعبة جدا. 6 أهداف ودقائق قليلة متبقية، تقريبا 9 دقائق أو أقل من 9 دقائق. لا الفارق صعب جدا. يحاول الآن شاب، لكن دفاع قومي مشتبه على شاب. أحمد مالك شاب عبد الله مجددا، يحاول الآن تمريرة إلى وائل إلى بدر الدين، دفاع قوي جدا منوني على أحمد خالد. صراع كبير ما بين منوني وأحمد خالد، وحيدر سلمان بحزم كبير يتكلم مع الاثنين، مع أحمد خالد ومع منوني.
أحمد خالد وإشارة اللعب السلبي. الهواء الحافظ سجاد، وصلت إلى سجاد حمودي، وهناك خطأ عادت مصعد نادي الكرخ. منون يحاول فريق الكرخ بالسرعة، يحاول السباق مع الزمن ومع الوقت. وهنا عمر، ماذا تفعل يا عمر؟ ماذا تفعل يا عمر؟ صعب جدا هكذا كرات تدخل على منتظر قاسم. ألم تشاهد الفيديوهات؟ ألم تشاهد المباريات السابقة لمنتظر قاسم؟ صعب جدا أن تدخل هكذا كرات على منتظر قاسم. يبقى الفرق 6 أهداف والحيازة والهجمة لمصلحة فريق الحشد. يعني الأمور بدأت تزداد صعوبة على فريق الكرخ. سجاد الأوائل مجددا، سجاد طالب ويحاول، لكن هناك خطأ ورمية 9 أمتار. رمية 9 أمتار لمصلحة فريق الحشد. والحافظ إلى سجاد طالب، شاب عبد الله إلى سجاد حمودي، ورمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار على عبد الكريم، يخطأ ويتحصل فريق الحشد على رمية 7 أمتار. بدر الدين حمودي يعود المتخصص للتصويب. بدر الدين من امام سامر مشتاق، ثنائي المنتخب الوطني. كرة مواجهة ما بين الثنائي، ممتاز. بدر الدين ينجح بتسجيل الهدف السادس والعشرين لمصلحة نادي الحشد. 20 مقابل 19، فارق 7 أهداف، متبقي أقل من 6 دقائق على نهاية أحداث هذا اللقاء. الأمور صعبة جدا على عبد الكريم. يحاول أن منوني، هدف تم احتسابه، وهناك إيقاف على أحمد مالك. إيقاف على أحمد مالك، الإيقاف الثاني على أحمد مالك. 26-20 طبعا بلاي اوف للفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى. الفريق صاحب المركز الأول يلعب مع صاحب المركز الرابع، والثاني مع الثالث في سلسلة مباريات من 5 مباريات، من ضمنها المباراتين التي لعبتا خلال مرحلة الدوري في الذهاب والإياب. الفريق الذي يفوز في 3 مباريات يتأهل إلى مباراة المركز الأول والثاني، والفريق الذي يخسر يلعب على مباراة المركزين الثالث والرابع. شاب عبد الله مصلحة فريق الحج، تمرير اللواء الحافظ إلى محمد عبد المغني، رمية 9 أمتار، إشارة اللعب السلبي. محمد عبد المغني يحاول، أحمد خالد، شاب عبد الله يصوب من الزاوية بعيدة، لكن سامر مشتاق يتصدى. أحمد طارق يحاول الآن فريق الكرخ. منوني، تمريرة إلى رامي، منوني مجددا، منتظر ناظم إلى أحمد طارق لعلي عبد الكريم محمود طه. حاول منتظر قاسم لكن لم تكتفي محاولته، ويسجل هدف رقم 21. هدف رقم 21 لمصلحة فريق الكرخ. 21 مقابل 26، فارق 5 أهداف. محمد عبد المغني، وهناك خطأ، أقل تقريبا 4 دقائق على نهاية أحداث هذا اللقاء، والفارق 5 أهداف. أحمد خالد الأوائل حافظ، والحافظ إلى محمد عبد المغني، لكن هناك خطأ آخر، رمية 9 أمتار. أحمد الأوائل حافظ، تصويب، ولكن يتصدى سامر مشتاق، إعادة لعب الكرة. منوني، تمريرة لمحمود طه،
يسجل هدف رقم 22. يسجل هدف رقم 22. تقريبا متبقي 3 دقائق وفارق 4 أهداف. الأمور صعبة جدا على الكرخ، أو أشبه بالمستحيلة. وحمودي ناصر يتكلم مع عمار ناصر حول رمي الكرة لا دارة كرة الإرسال. اليوم الأبناء تغلبوا عليك يا حمودي ناصر، وهنا بطاقة صفراء. الأبناء بدر الدين والسجاد حمودي مع الحشد تغلبوا على أبيهم مع الكرخ، ونعمان منذر الأب تغلب على ابنه زيد مع الكرخ. أكيد يعني أكيد هكذا مباريات تكون تاريخية، سواء يعني الأبناء للآباء للعوائل، يعني العوائل المحترمة، عائلة حمودي ناصر وعائلة نعمان منذر. أكيد عوائل كرة اليد كثيرة وعديدة، لكن اليوم الأبناء تغلبوا على الأب والأب تغلب على الابن. أكيد يعني الشخص الوحيد الذي يتمنى أن يكون شخص أفضل منه هو الأب. الأب دائما يتمنى الابن أن يكون أفضل منه. وهنا التمريرة وأحمد مالك تصويبه بالوجه، وهناك إيقاف على أحمد مالك، ومع هذا الإيقاف بطاقة حمراء على أحمد مالك. بطاقة حمراء على أحمد مالك. نعم 3 إيقافات. ومجتبى باسم يذكر حيدر سلمان، لا يحتاج تذكير حيدر سلمان ما شاء الله لديه هارد 1 تيرا. نعم يحتفظ بكل شاردة وواردة هو وعمار ناصر، وبالتالي أحمد مالك الآن يخرج خارج الصالة باتجاه الجماهير، وإيقاف ثالث على أحمد مالك. 26-22، لكن الوقت المتبقي قليل وقليل جدا، يعني يحتاج إلى بصراحة يحتاج إلى مجهود كبير وكبير جدا. كرخلان منوني الأحمد طارق يحاول الآن منوني إلى علي ومحمود طه. ينجح محمود طه بالتسجيل هدف رقم 23. أكيد دفاع متقدم، أكيد دفاع متقدم. 2.5 الدقيقة متبقية على نهاية أحداث هذا اللقاء. الفرق 3 أهداف. شاب عبد الله لواء الحافظ إلى شاب مجددا، يحاول الآن تمريرة. شاهد 26-23، دقيقتين وبعض الثواني. رمي 9 أمتار. يحاول الشاب عبد الله تمريرة، وهناك خطأ آخر لمصلحة فريق الحج. والحافظ شاب عبد الله إلى وائل حافظ مجددا. وائل يحاول، وهناك خطأ على وائل حافظ. عادت لمصلحة نادي الكرخ. سامر مشتاق يلعبها سريعا إلى مصطفى، ويتصدق منتظر قاسم. من أين أتيت يا منتظر؟ من أين أتيت يا منتظر؟ وينجح بالتصدي، ينجح بالتصدي منتظر قاسم أمام مصطفى الغول. أي تصديات، أي تصديات يا منتظر في هذا اللقاء، أي تألق. نجم المباراة منتظر قاسم. نعم من منظور الشخصي نجم المباراة منتظر قاسم تصدى لعديد الكرات. هنا شاب عبد الله وهدف رقم 27. خلاص الأمور ذهبت باتجاه الحشد. الحشد يؤكد الصدارة ويتفوق على الكرخ للمرة الثالثة في هذا الموسم. وهنا منوني يسجل هدف رقم 24 مقابل 27، ومتبقي ما يقارب 40 ثانية على نهاية أحداث هذا اللقاء، والفارق 3 أهداف. الأمور خلاص انتهت لمصلحة فريق الحشد. الحشد يصل إلى النقطة 72 بصدارة الدوري. خلاص تصدر الدوري بانتظار صاحب المركز الرابع الديالة في مباراة البلاي أوف، والكرخ ضمن المركز الثاني، والشرطة في المركز الثالث. وبالتالي
الآن الأهداف من هنا ومن هناك. هدف رقم 28 للحشد وهدف رقم 25 للكرخ. بالسلامة بالسلامة. يعني هدوء يا شباب، هدوء يا شباب. مجتبى باسم مع سجاد حمودي وبدر الدين. وطبعا يعني يجب الهدوء يا شباب، الهدوء، ولا داعي لإفساد هذه المتعة لهذه المباراة الجميلة. صار 12 28 25 ومتبقي 16 ثانية على نهاية أحداث هذا اللقاء. أحمد خالد على لعب كرة الإرسال 28 25. ماذا المباراة بتوقف يا سيد الحكم، والثواني الأخيرة على نهاية هذا اللقاء. 28 الحشد 25 الكرخ. وخلاص يطلب بدر الدين بنهاية هذا اللقاء قبل ثواني. الحشد خلاص يؤكد صدارة الدوري ب 72 نقطة ويتفوق للمرة الثالثة على الكرخ خلال هذا الموسم في البطولة العربية. وذهابا وإيابا مبارك للحشد وجماهير الحشد، هاردك للكرخ وجماهير الكرخ في هذا اللقاء المثير والممتع ما بين الفريقين. خلاص الكرخ في المركز الثاني والحشد في المركز الأول والشرطة ثالثا والديالى رابعا. وفي الختام تقبلوا تحياتي معلق اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.